ولاد رزق ده ما كانش فيلمي، كان فيلم فلان وفلان وفلان وفلان، وكل شويه حد يقراه ما يعجبوش. في ولاد رزق الاولاني اللي انا على المستوى الشخصي بحبه جدا، بس كل حد كان يقراه ما يفهموش، ما يحبوش. فكره التركيبه الجماعيه دي انا متعود على ده من بداياتي، حتى من ملاك اسكندريه. فانا فكره التركيبه الجماعيه دي انا طول عمري بحبها، وبشوف ان السينما قايمه على التركيبه الجماعيه. فلما جه فيلم ولاد رزق ولقيت ان انا هعمل شخصيه بعيد عني، وخدت الورق ده، خدت الفيلم ده لما جالي، ورحت لحد في الابجيه وقعدت معاه على سطح بيتهم وقلت له خد بقى انا عايز اعمل الشخصيه دي، انت بتتكلم ازاي؟ وابتديت اشربه، ابتديت اشفه. رضا لما بيتكلم ما بيتكلمش مخارج الفاظه، مش هي دي مخارج الفاظه. عشان اوصل لمخارج الالفاظ دي ما فيش حاجه اسمها تيجي من بيتهم تعملها، لازم تدرس الشخصيه، لازم تشوف حد في الشارع بيتكلم ازاي فتبتدي تستشفه. ابتديت اتكلم، ابتديت اروح عين الصيره. الناس هناك منتهى الكرم والجمال، وكانوا بيفتحوا لي بيتهم ويقعدوني معاهم واتكلم لحد لما شربت رضا ده، شربته. بقيت دلوقتي اول لما تيجي، عملنا 3 اجزاء، بقيت لما يجي رضا ده البس بس الشخصيه، خلاص اللسان نفسه يبتدي يتعوج، والبق يبتدي يتعوج، ويبتدي الكلام بقى يبقى عامل كده، بقيت بحبه. فهي ترتيب ربنا فعلا اكتر بكتير من اللي الواحد بيخطط له في حياته.